اهلا بيكم متابعينا. احنا بتوع الملخصات. تخيلوا معايا كده بنت تكون عايشة طول عمرها مع ابوها ومبسوطين وحياتهم سعيدة، وفجأة تكتشف سر عنه يشقلب حياتهم ويحولها لجحيم. كملوا معايا الملخص للاخر واكيد هتستمتعوا. بس قبل ما نبدأ نورونا وانضموا لعيلتنا واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس، ويلا بينا نبدأ لغز النهاردة. بيبدأ فيلمنا بالطفلة ديون الكيوتة وباباها سون مهتم بيها وبيراعيها، وده لأنها يتيمة الأم وهو مش عايز يحسسها بأي نقص في حياتها. وبيعدي وقت كبير وديون بتكبر وبتبقى شابة ولسه متخرجة من كلية الإعلام، وبتكون في مطعم هي وصديقها كيم وصديقتها بونج، وبيكون أبوها سون بيوصل طلب للمطعم وبيعمل مش شايفها وبيخرج بسرعة عشان ما يحرجهاش. لكن ديون بتشوفه وبتروح له وبتقول له: انت فاكرني هستعر منك ولا هتكسف قدام صحابي؟ انت تشرف أي حد. وبتاخده تعرفه على أصدقائها. وبنعرف إن ديون نفسها تكون صحفية، لكن دايما بتترفض بسبب شغل والدها في النظافة والتوصيل، بس هي دايما كانت تقوله إنها متفائلة وأكيد هتوصل في يوم. وفي مرة كانت ديون في السينما مع أصحابها وكانوا بيعرضوا فيلم القصة حقيقية عن طفل اتخطف من 15 سنة ولسه لحد دلوقتي ما رجعش لأهله، وكانت ديون متعاطفة قوي مع الفيلم. وفي آخر الفيلم نزلوا مكالمة بصوت الخاطف وهو بيساوم أهل الطفل، واتصدمت ديون لأن الصوت شبه صوت أبوها بالظبط. ولما خرجوا من الفيلم صاحبتها قالت لها من غير ما تتقمصي: بس صوت أبوكي شبه صوت الخاطف دوا ونسخة طبق الأصل منه. وديون زعلت ومشت. ولما روحت جابت المكالمة اللي على الفيلم وفضلت تسمع فيها 100 مرة، وحست انها متلخبطة ومش فاهمة حاجة لما سمعت الخاطف بيقول جملة ابوها المشهورة: مفيش حاجة هتنتهي غير لما كل حاجة تخلص. وتاني يوم بتقرر ديون تراقب ابوها، لكن بتزعل لما بتلاقيه شقيان وتعبان في شغله ما بين شغل التوصيل والنظافة والجراج، لدرجة ان في واحدة من اصحاب العربيات اللي بينظفها كانت شاربة، وهو قال لها بكل لطف ان ده خطر تسوق وهي شاربة كده. راحت عطياه بالقلم، وديون لما شافت كده جابت البت من شعرها واخدوهم كلهم على الاسم. ولما بيخرجوا بيركبوا الاتوبيس وابوها بينام من التعب، وهي بتحس انها ظلمته ومستحيل الراجل الطيب ده يكون مجرم. وتاني يوم بتنزل تشتري حاجات وبيكون في شخص بيراقبها، وفجأة بيقول لها: انت ديون سون خريجة اعلام وعندك 26 سنة صح؟ فبتقول له: انت مين وعرفت الكلام ده منين؟ فبيقول لها: ادي الرقم ده لابوكي وقولي لي شين عايزك. وفعلا سون بيكلمه وشين بيقول له: يا عالزمن عدى سنين كتير. فسون بيقول له: عايز ايه مني يا شين؟ فشين بيقول له: عايز فلوس كتير بكره، ولو ما جبتهاش هقول للأمورة الصغيرة كل حاجة عن أمها. وبيجي تاني يوم وسون بيطنش الموضوع، لكن بالليل بيلاقي شين في بيته وبيقول لي: ديون تحب اقول لك امك حصل لها ايه؟ فسون بيروح ضربه وبيقول له: لو اتعرضت لي هموتك. فشين بيقول له: يا سون يا اخويا مفيش حاجة هتنتهي غير لما كل حاجة تخلص. وديون بتتصدم وبتحس ان شكها طلع صح. وتاني يوم بتفتش في دولاب ابوها، بس مش بتلاقي غير كارت العيادة اللي امها ولدتها فيها، وبيكون الكارت ده بتاع دكتور اسمه هان. وبتلاقي ان سون راح فعلا لشين وعطاله الفلوس اللي عايزها. وفي الوقت ده بتقابل ديون كيم وبتقوله: بما انك طالب في كلية الشرطة محتاجة اعرف معلومات عن الاسم ده، وبيكون اسم ابوها. وبتقوله: عايزة شهادة وفاة الست دي، وبتكون امها، لكن هي مش بتقوله ان دول اهلها. وفعلا كيم بيروح لصاحبه ضابط التحقيقات وبيقوله ان قضية الخطف قلب الدنيا، لان باقي اسبوع والقضية تسقط وهتتقفل للابد. وصديقه بيجيب له كل المعلومات اللي طلبها كيم. وبيقابل ديون وبيقول لها: الراجل اللي اعطتيني اسمه خطير جدا وعنده سوابق في السرقة والتزوير وقضايا كتير، لكن مفيش اي حاجة جديدة عملها من حوالي 26 سنة، يعني تقريبا من وقت ولادة ديون. وبيقول لها: الست اللي طلبتي شهادة وفاتها ملهاش شهادة وفاة لأنها ببساطة لسه عايشة، وده عنوانها. وبتروح للبيت هي وكيم، بس مش بتلاقي حد، وبتستنى للصبح وبتتصدم لما بتلاقي شين هو اللي جاي على البيت. ولما بتمشي بتراقبه ديون، بس شين بيحس بيها وبيهرب، وبيرجع وبيحدف الخوذة على العربية ويكسر الإزاز. وبيكلم سون وبيقول له: ديون هنا، تحب أقول لها أختي فين؟ فبتتفاجئ ديون ان شين ده يبقى اخو امها، وبتقول له: ديون ارجوك وديني لامي اشوفها. ولما بتروح لها بتلاقيها مريضه وتعبانه، وبتسمع شين مكالمه الخاطف وبتقول له: ممكن تفسر لي ايه ده؟ فبيدخل سون وقتها وبيقول لها: ما تصدقيش الست دي لانها ما عندهاش اي رحمه وسابتك وانت رضيعه وما اهتمتش انك تتبهدلي من غيرها. فبتقول له: ده مش معناه انك تموتها وهي لسه عايشه، انا بجد بقيت اخاف منك. وبتسيبه وبتمشي. وفي البيت بيكلمها سون وبيقول لها: مسيرك هتفهمي ان عملت كده عشان احميكي.
فبتقول له ديون انها عارفه انه بيحبها، لكن هي بقت تخاف منه، وبتسمعه مكالمه الخاطف وبتقول له اتمنى ما تكونش انت. فبيقول لها للدرجه دي بقيت غريب عنك ومفيش ثقه بينا. وتاني يوم رئيس صاحب كيم بيقول له ان مين قالك تجيب معلومات عن سون، ده مجرم خطير واخر جريمه ليه عملها اجهاض لمراته بالقوه من 26 سنه. وبتكون في الوقت ده ديون في البيت وبتشوف لقاء في الاخبار مع ابو الطفل المخطوف واللي هو دكتور هان اللي امها ولدت في العياده بتاعته، وبتروح له هناك وبتقول له انها صحفيه وعايزاه عشان قضيه ابنه المخطوف. وبتقول له طبعا مش هتفتكرني، انا امي ولدتني عندك من 26 سنه. ولما بيشوف الكارت بيقول لها ان امها ما كانتش بتولد، دي كانت بتعمل اجهاض للجنين. فبتغير ديون الموضوع وبتقول له هو الخاطف متوصلش معاك غير بالمكالمه ال 12 دي؟ فبيقول لها لا، كمان بعت لي جواب فيه تعليمات عشان يرجع ابني، بس الغريبه انها كانت بخط طفل شكله كده مش بيعرف يكتب. وبيديها الجواب وبيقول لها تنشره. ولما بتخرج ديون بتبص على الخط وبتفتكر لما ابوها كان بيعلمها الكتابه وهو اللي ملاها الكلام بتاع الجواب، وبتكون مرعوبه ومصدومه وراحت على طول تواجه ابوها وقالت له انا كده رسمي شريكتك في الجريمه دي، بس سون بيقول لها انت فاهمه غلط وظلماني. وساعتها البوليس بيوصل لبيت سون وبيقبضوا عليه، ودكتور هان بيكون معاهم وبيقول لهم هو ده صوته، وبينهار قدامهم وبيزق سون، وسون بيقع على دماغه وبيروح على المستشفى وبيدخل في غيبوبه. وكيم بيواسي ديون وبيقول لها ان حصل له مشكله بسبب المعلومات اللي جابها لها. اما دكتور هان فبيقول للظابط ان هو متاكد ان سون هو اللي خطف ابنه واللي كلمه يتفاوض معاه. وبعدها ديون راحت تزور ابوها وقالت له عارف لو فضلت في الغيبوبه 3 ايام بس القضيه هتسقط من عليك لان عدى 15 سنه. وبتكون مش عارفه دي حاجه حلوه ولا حاجه وحشه وبتفضل تعيط. وبعدها بيطلبوا ديون للتحقيق وبيقولوا لها تعرفي ايه عن جرايم والدك؟ فبتقول لهم مستحيل يكون هو عمل كده. فالظابط بيقول لها تعرفي ان والدك خطف الطفل وخنقه ولما ما ماتش رماه في البحيره عشان يخلص منه ووراها كمان صور الطفل، ورغم انها اتهزت واتأثرت لكن برضه قالت له مستحيل يكون ابويا الخاطف. وبيدخل المساعد بتاعه وبيقول له سون فاق من الغيبوبه وبيبلغوا ديون انهم هيعملوا مطابقه للصوت وصوت المكالمه الخاطف. ولما بتروح ديون بيجي لها شين وبيقول لها ان امها بتموت وعايزاها. وتاني يوم بيكون اخر يوم قبل قفل القضيه، وبتكون ديون في انترفيو لجريدة كبيرة لكن مش بتقدر تسيطر على اعصابها من التوتر وبتمشي. وبتروح لابوها المستشفى وبتلاقيهم عملوا مطابقة الصوت والنتيجة بتوصل للظابط وبيقول لها خدي ابوكي وروحي ابوكي بريء. وبتاخد ابوها وبتنزل وديون بتطلب من ابوها ان هي اللي تسوق العربية، فبتقول له هنروح نزور امي الاول. وفي الطريق بيبقى خلاص فاضل 10 دقايق والقضية تتقفل نهائي. وديون بتقول لابوها نفسي اعرف عملت ليه كده. فبيقول لها عملت ايه يا بنتي؟ ده البوليس نفسه اعترف ببراءتي وانتي لسه شاكه فيا؟ فبتقول له انا متاكده مش شاكه، وافتكرت يوم ما قتلت الطفل المخطوف. ووقفت على جنب وكان باقي 5 دقايق بس، وقالت له عايز اسمع الحقيقه منك. وبتقول له فاكر البحيره دي اللي رميت فيها الطفل؟ ولما بيبص سون على الساعة وبيلاقيها جات 12 بيضحك بهستيريا وملامحه بتتحول وبتتغير، وبيقول لها مش قلتلك يا بنتي مفيش حاجة هتنتهي غير لما كل حاجة تخلص. وبرغم انها كانت متأكدة الا انها اتصدمت واتجمدت مكانها. وبيقول لها خلاص القضية سقطت نقدر نعيش بقى مرتاحين. فبتقول له انت ما عندكش ضمير ولازم تسلم نفسك وتعترف عشان تكفر عن اللي عملته، وانا كده شريكتك في الجريمة دي. فسون بيقول لها كل اللي حصل ده كان عشانك. فبتقول له امشي وسيبني من النهارده ماليش اب. وبيركب العربيه بس بيوصل دكتور هان وبيخبط عربيه سون وبتقع ديون وبيغمى عليها، وعربيه سون بتنفجر وبتطير وبتقع في البحيره في نفس المكان اللي رمى فيه الطفل. وبتروح ديون المستشفى وبتكون حالتها وحشه وبتفتكر وهي نايمه كل ذكريات ابوها معاها. وفي الوقت ده بتكون اخت شين بتموت وبتقوله لازم تعرف اللي خبيته عنكم سنين، وان سون مش ابو ديون ولا انا امها، وانه خطفها من المستشفى وهي مولوده واسمها الحقيقي سونج. وبيبلغ شين البوليس باللي عرفه وان سونج المخطوفه من 26 سنه هي ديون. وفعلا في المستشفى بيغيروا اسم ديون بسونج وبيوصل اهلها الحقيقيين، واخيرا ديون هتعيش حياه مستقره. وبكده يكون خلص فيلمنا النهارده. لو عجبكم يا ريت تعملوا لي لايك للفيديو لانه بيشجعني جدا، واكتبوا لي كومنت بقلب حلو زيكم كده، واهم حاجه انضموا لعيلتنا واشتركوا في القناه وفعلوا الجرس. اشوفكم الفيلم الجاي، سلام.